هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اي حد لما بيعرف ان انا بعمل فيديوز على يوتيوب، اول سؤال بتسأله وردي بيكون اني صانعة محتوى او كونتنت كرييتور. ايوه، يعني ايه برضو؟ وعشان كده قررت ارد بفيديو. اصلا انا كونتنت كرييتور. اول سؤال، يعني ايه اصلا صانع محتوى؟ او يعني ايه كونتنت كرييتور؟ صانع المحتوى هو شخص عنده افكار كتيره جدا في دماغه، فبيطلع الافكار دي ويدمجها بابداعه وبيخرجها في صوره فيديو بينشره على اي منصه، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب وغيره منصات كتير. ليه؟ عشان يشارك افكاره دي مع ناس كتيره جدا. 2. صانع المحتوى بيتعب في صناعه المحتوى؟ مبدئيا كده، صناعة المحتوى ليست بالشيء لا السهل ولا الصعب. امال ايه؟ لانك احيانا كصانع محتوى بتواجه صعوبة في ايجاد الفكرة نفسها، وبعد ما يكون عندك الفكرة بتحتاج افكار تاني عشان تنتجها. ليه بقى؟ عشان تشد المشاهد ليك. وبعدين تصوير، كاميرات، تظبيط اضاءة، تظبيط صوت، تظبيط مكان، والاهم من ده كله انك لازم تصدر بوزيتيف انرجي، طاقة ايجابية، بغض النظر نفسيتك عاملة ازاي. انت متضايق ولا مبسوط ولا مخنوق، كل ده مش مهم. المهم من ده كله ان انت تصدر البوزيتيف انرجي او الطاقة الايجابية، لان ده ببساطة بينعكس على المحتوى بتاعك. وزي ما قلت في الاول، انت محتاج كونتنت يشد المشاهد ليك. السؤال الثالث، هي صناعة المحتوى مهمة؟ اكيد طبعا مهمة ليك انت كصانع محتوى او مشاهد، لانها بتديك افكار، بتديك طرق، بتوفر عليك مهام او غيره كتير. اما كصانع محتوى، تعالى بقى اقولك انها بتساعدك انها تنشر افكارك وتشاركها مع العالم حواليك. مش بس كده، دي كمان بتساعدك ان انت تسوق لنفسك ولافكارك. واخر حاجة هتكلم فيها، ازاي تكون صانع محتوى شاطر زيي. What؟ اهم واول حاجة زي ما قلت قبل كده في صناعة المحتوى هي الفكرة، او خلينا نقول الافكار، لان صناعة المحتوى ما بتعتمدش على فكرة واحدة فقط. عشان كده انا كصانع محتوى اول ما بتخطر على بالي فكرة بجري بسرعة وادونها. ليه بقى؟ عشان ما انساهاش. وتاني ستيب في صناعة المحتوى هي اني بعمل سيرش واحاول اجمع معلومات اكتر واكتر عن الفكرة بتاعتي. تالت حاجة ان احنا بنعمل سكريبت او النص المكتوب للفكرة دي، واشوف انا محتاجة اعدل ايه، اظبط ايه، واشوف ايه الاجزاء المحتاجة اظبطها او اعدلها، او الاجزاء المحتاجة تصوير اكتر. طبعا الجزء الحلو في الموضوع وهو التصوير بنظبط الكاميرا او الفون على حسب ما انا هصور بايه، وعشان جودة الفيديو بنظبط اضاءة ونظبط صوت. لقطة باظت مش مشكلة، بنعيدها تاني والتالت ورابع لحد ما تظبط معانا. خلصنا تصوير، بندخل في اللي بعده، الايديتنج او المونتاج. وعشان الاهم من الشغل تظبيط الشغل. مونتاج ده اكتر جزء بياخد منك وقت ومجهود كبير جدا. تظبيط الفيديو عشان يوصل بالصورة الجميلة دي. اخر خطوة وهي الابلودنج للفيديو ده. نزل الفيديو وبنشوف رد فعلك انت كمشاهد عامل ازاي. عشان كده كمشاهد ما تستخسرش في اللايك والكومنت والسبسكرايب. ساعات الفيديو مش بيوصل للمشاهد وبنحس باحباط شديد جدا ان بعد كل التعب ده الفيديو ما تقدرش. مش مهم، لان ده يدينا حافز للفيديو اللي بعده. ما تنساش اللايك